الأهلي حديث العالم كله، مش بس كده، رئيس الفيفا شخصيا جينارو انفانتينو ويطلع كلام حلو قوي عن النادي الأهلي. عودة ثلاثي الزمالك بعد إخلاء سبيلهم إلى مصر سالمين غانمين. أهلا بكم في استوديو الكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو، تعمل شير، ولو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكورة. النادي الاهلي حديث العالم. حديث العالم في ايه؟ اول حاجه روعه جماهيره صراحه. المؤازره الجماهيريه للنادي الاهلي، واكتر من خبر بيتكلم ان النادي الاهلي يفوز على ملعبه في وسط جماهيره اللي ملهاش مثيل في وسط 60 الف مشجع. النادي الاهلي اللي جماهيره بتشجع من اول ثانيه لاخر ثانيه. النادي الاهلي اللي جماهيره ظهرت بمظهر يليق بالكرة المصرية ويليق ويشرف أي نادي في العالم، اللي هو الجندي المجهول. جمهور هو حماه، في جمهور أناشيد وأغاني النادي الأهلي. فعلا جمهور النادي الأهلي هو المحرك الرئيسي للنادي الأهلي. النادي الأهلي اللي قدم أداء ملوش مثيل قدام نادي العين الإماراتي، وسيطر سيطرة كاملة. العين ما جاش من الإمارات، يعني بتلعب مع أشباه العين، مش العين نفسه خالص، ولا لعيبته ولا أداء. النادي الأهلي حرفيا قتل العين معنويا ونفسيا وكرويا وبكل الاشكال من اول ثانيه في الماتش. جمهور اللي تشكر فيه من كل الجرايد العالميه. النادي الاهلي اللي جمهوره حرفيا يستاهل كل كلام الشكر، وينتسب له كل انتصارات النادي الاهلي وكل الجوائز. جينارو انفانتينو اللي اتكلم بقى على النادي الاهلي وقال لك ان النادي الاهلي قاهر كل ابطال اسيا بتاريخه، الثلاثيات والرباعيات المشهوره قدام ابطال اسيا. ونادي الدحيل النادي الوحيد اللي هرب من الهزيمه ديت، وهرب بهزيمه 1-0 بس. انما بقى حدث ولا حرج، اوراوا ريدز 4-2، الهلال 4، اتحاد جده بالثلاثه، وعندك العين بالثلاثه. وحدث ولا حرج، النادي الاهلي في كاس العالم للانديه محدش بيقف قدامه من اسيا. مش بس كده، وقال لك ان النادي الاهلي بوصوله لمباراته في ملعب 9-7-4 في قطر للدور قبل المباراه النهائيه ضمن ميداليه من الميداليات الثلاثه، يا المركز الاول يا الثاني يا الثالث، وان شاء الله على الاقل فضيه المره دي. مش بس كده، النادي الاهلي حصل على اول كاس ليه من الفيفا في بطوله اول مره تتعمل، او لقب اول مره يتعمل بخلاف ال 2 مليون دولار. النادي الاهلي حصل على بطوله بطل الافرو اسيويه، وكمان اوكرانوسيا، لان النادي العين كسب اوكلاند سيتي بطل اوكرانوسيا. فبالتالي النادي الاهلي حصل على اول كاس مباشر ليه من الفيفا. كمان حصل على مكافاه ماليه ضخمه. وننتظر من النادي الاهلي يوم 14 ديسمبر ان شاء الله انه يفوز على الفائز من مباراه بطل امريكا الشماليه والجنوبيه، ويضمن مقعد في المباراه النهائيه يوم 18 ديسمبر امام نادي ريال مدريد العظيم. يعني النادي الاهلي قدام ريال مدريد قبل كده عمل ماتش عبقري وماتش قوي، ولولا الفرص اللي ضاعت في المباراه ديت كان النادي الاهلي طلع بنتيجه مغايره تماما مع ريال مدريد في بطوله كاس العالم للانديه في المغرب اللي عدت من سنتين. فالنادي الاهلي حدث ولا حرج. نيجي لحاجه مهمه جدا، وحاجه يعني فيها مشاكل. ايه هي اولا خبر كويس، عفو عن لاعبي نادي الزمالك دونجا ومصطفى شلبي والمدير الاداري الكابتن عبد الواحد السيد. العفو جه بعد تدخلات وضغوط سياسيه قويه، والعفو جه عفو رئاسي من رئيس الجمهوريه الاماراتيه شخصيا، رئيس دوله الامارات. فبالتالي تم العفو عن اللعيبه. منظر مش كويس، اللعيبه طبعا اتحلق شعرها مع الكابتن عبد الواحد السيد. وبالنسبه هيبقى في عقوبات قويه جدا من نادي الزمالك. ازاي نوصل للموقف ده يا جماعه؟ ازاي نحط نفسنا في الوضع ده بالتجاوز والكلام اللي ملوش اي قيمه ولا يتقبله اي شخص؟ تحط بلدك كلها، مش ناديك ولا زمايلك ولا اي حد ولا نفسك بس، في موقف زي ده. الاتجاه دلوقتي العقوبات قويه جدا وقاسيه جدا من نادي الزمالك ردا على التجاوز اللي حصل من لاعبيه ومديره الاداري. اول حاجه منتهي الكلام فيها هي اقاله او استقاله بالترتيب ايا كان الكابتن عبد الواحد السيد، وعقوبات مش هتقل قوه على مصطفى شلبي ودونجا عشان نقفل الملف ده نهائيا وخلاص. هم رجعوا بلدهم سالمين غانمين، بس بعد ما الموضوع كان شكله مش كويس تمام. علي معلول اللي يستاهل الخير كله، ما ينفعش نقول غير كده بعد التصريحات العنيفه شويه من الكابتن محمد رمضان، اللي هو بيتعامل باولويه النادي الاهلي وبس دون ذكر لاي تاريخ لاي تفاصيل لاي استثناءات. فكان تصريحه صعب قوي على علي معلول، وانه اخر موسم ليه.
دخل الكابتن احمد شوبير يلطف الاجواء، وان علي معلول قادر على العوده وقادر ان هو في التقييم يعدي كل المراحل، وقرار كولر اكيد بالنسبه الكبيره هيكون لعلي المعلول، وقرار اي حد بيفهم كوره هيقول ان علي معلول لازم يكمل. طب علي معلول انت تقدر تستفيد بيه، تقدر تستفيد بيه جدا 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 جدا، سواء في مركزه او مركز ممكن يكون جاي في بال كولر هو اللي اخر التعاقد مع جناح جديد للنادي الاهلي. بدل ما تتعاقد بجناح تدفع له مليون دولار ولا 2 مليون دولار عشان تشتري غير راتبه، عندك علي معلول المبدع هجوميا. علي معلول هجوميا محدش هيختلف عليه، كرة ثابته، عرضيات، مهاري، حريف، قول زي ما انت عايز. علي معلول لو لعب هو وعطية الله في جبهة واحدة مع بعض هيكسروا الدنيا، هيكسروا الدنيا حرفيا. لان عطية الله اولا بيكمل هجوميا كويس مفيش مشكله خالص، وبيلعب برضه ركلات ثابته ونفس الموديل بتاع علي معلول بس دفاعي اكتر. فلما علي معلول هيبقى بالواجبات الدفاعيه والهجوميه متزنه وهيأدي وياخد حريه الانطلاق هجوميا، هيفرق معاك كتير قوي. فانت علي معلول ممكن توظفه في مركز الجناح، واعتقد ان مارك كولر هتفاجئنا بالشكل ده. علي معلول اللي هيرجع يوم 15 11 اللي جاي، وكمان طلب اسبوعين تاهيل قبل التقييم، يعني هنقول يرجع في اول 12. علي معلول هيرجع بكل قوه وهيتأيد وهيفرق كتير مع النادي الاهلي. فكروا الكلام ده كله، علي معلول رقم واحد حرفيا في النادي الاهلي. علي معلول بارقامه، مش بكلام، مش بفعل، مش بتعاطف، هو رقميا مفيش باك شمال عمل كده. اداؤه وارقامه اعلى من مهاجمين كتير عدوا، اجنحه كتيره ولاعيبه خط وسط مهاجم عدوا على النادي الاهلي. فرق في كل حاجه، علي معلول مش محتاجين كلام. الحاجة بقى المهمة، هو النهاردة عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب، كل سنة وهو طيب، كمل 70 سنة، ربنا يديم عليه الصحة يا رب، ويوفقه دايما للخير، ويجعله دايما دايما في مكانه، وتأثيره وإضافته للنادي الأهلي، أضاف للنادي الأهلي رئيسا ولاعبا لا خلاف على بيبو يعني كابتن محمود الخطيب. في نهاية الفيديو أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكورة. كنتم مع استوديو الكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.